تعتبر سيرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام من أكثر القصص إلهاما وإثراء على مر العصور. النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولد في مكة المكرمة في سنة 570 ميلادية. شب على فطرة سديدة ونزاهة عالية، وكان يعرف بلقب الأمين والصادق قبل بعثته. تزوج خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وكانت تعتبر أم المؤمنين الأول. استلم الوحي من الله تبارك وتعالى عبر الملك جبريل عليه السلام في غار حراء. بدأ بالدعوة الإسلامية في سر، ثم أعلن دعوته للعلانية بعد 3 سنوات. تعرض للعديد من المضايقات والاضطهاد من قبل المشركين في مكة. هاجر إلى المدينة المنورة بعد تلقي دعوة من الأنصار. أقام دولة إسلامية نموذجية في المدينة المنورة بناء على الميثاق الذي وقع مع الأنصار. شهد المعارك العديدة مثل غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق. وقع هدنة الحديبية مع قريش لفتح مكة. دخل مكة منتصرا وتوجه إلى الكعبة وزاح الأصنام. عفى عن أعدائه ومنح العفو والرحمة لمن ظلمه. زار المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج. أقام حكم العدل والمساواة بين المسلمين وحمى حقوق الأقليات. أدى العديد من العبادات، وكان يحب الابتهال والتضرع إلى الله. وصى بأهمية التعليم والعلم، وأمر بمعاملة النساء بالإحسان. انتقل إلى رحمة الله في المدينة المنورة في 8 يونيو 632 ميلادية. توفي ولم يترك للورثة مالا، حيث كان يفضل العمل والتواضع. يعتبر النبي محمد أسوة حسنة في الأخلاق والقيم الإنسانية. كان يحب الضعفاء والفقراء ويعطف عليهم بكل رحمة. كرم المرأة ومكنها من حقوقها الاجتماعية والمشاركة في المجتمع. أصدر دستور المدينة الذي كرم الأقليات وأعطاهم حقوقهم. نظم الصلاة والزكاة والصوم والحج لترسيخ قيم الإنسانية والتقوى. طالب بالعفو والتسامح والتصدق والترحم بين الناس. كان صابرا في البلاء والابتلاء، ودعا لمن ظلمه وأساء إليه. كان معروفا بكرم الضيف وتكريمهم وإعطائهم أفضل الضيافة. دعا إلى التسامح الديني والتعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم. عاش حياة بسيطة وميسورة، وتحققت له وعد الله بالنصر والدعم. عرف بالعفو والصفح عن الناس وعدم الانتقام. كان عظيم الشاعة والأمانة، فقد أطلق عليه لقب الأمين. دعا للعدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين العرق واللون والجنس. كان يحب الأطفال ويقبلهم ويعطف عليهم. دعا لحماية البيئة والمحافظة على النعم التي منحها الله. أصر على أهمية الصحة والنظافة الشخصية والبيئية، وأوصى بالوقاية من الأمراض. كان يعلم الناس الصبر والتحلي بالثبات في مواجهة التحديات. تحلى بالوداعة والتواضع رغم أنه كان قائدا ورسولا. كان يحث على التعلم والتطوير الذاتي، وكان يهم على الجاهلية. نمى ثقافة التعاون والعمل للجماعي بين المسلمين. شجع على التجارة النزيهة والحلال في الكسب. أنصح بالمحافظة على أواصر القرابة وصلة الرحم. كان يعلم المسلمين فنون الحوار والنقاش البناء. نصح بإنفاق في سبيل الله ومساعدة المحتاجين. علم بأن العقل والعلم هما الأساس في فهم الدين. ركز على قيم الصدق والأمانة في الأفعال والأقوال. كان يشجع على تحقيق العدل في الأمور الشخصية والاجتماعية. دعا لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات. شجع على بذل الجهود في سبيل العلم والتعلم. أكد على أهمية حسن الخلق والتسامح والعفو. كان محبا للشباب وشجعهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع. رفض الاستعراض والتباهي بالممتلكات والثروات الزائلة. هذه مجرد لمحة قصيرة عن حياة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وتعاليمه الراقية. تاريخه وسيرته مليئة بالعظمة والرحمة والحكمة، وهو قدوة نقتدي بها في حياتنا اليومية.